يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعد. والله هذا حصل السنة اللي فاتت في توقيت الحج. كنت مسافرة لابني، كانت مراته لسه والدة، مراته إيطالية وهو كان في إيطاليا. قال لي يا ماما تعالي اقعدي معانا وشوفي البيبي بتاعي. فقلت له خلاص أنا جاية لك. كان معايا الباسبور الشنجل بتاعي، فسافرت فعلا على مطار القاهرة. وبعدين عملت الإجراءات بتاعتي وفضلت قاعدة في المطار شوية عبال اما الطياره بتاعتي تيجي. فواحده قاعده جنبي تقول لي رايحه فين يا حاجه؟ قلت لها ده انا رايحه عند ابني في ايطاليا، كان مراته لسه والده. قالت لي لا، انا رايحه بقى بفلوس ابني كده، هو اللي عازمني كده موديني على الحج. وخلاص كل واحده ركبت الطياره بتاعتها، وانا في الطيارة بتاعتي بصراحة عمالة أدعي بالدموع وأقول له يا رب أنا مش عايزة أروح البلد دي، أنا كان نفسي أروح أزور النبي عليه الصلاة والسلام وأعمل مناسك الحج كلها. يا رب يا رب اكتبها لي. وقعدت والله طول الطريق ما في حاجة على لساني غير ان انا بدعي يا رب. ما كنتش عايزة البلد دي، انا كنت عاوزة اروح الحج لانه كان في نفس التوقيت. المهم نزلت على طول على ايطاليا. وانا في المطار جاي ابني معاه السواق بتاعه. السواق ده المفروض يوصلني بيت ابني ويرجع تاني على المطار مع الفوق بتاعه علشان هم كانوا رايحين الحج. فاول ما قابلني ازيك يا حاجه وعامله ايه، فبيقول لي ما تيجي معانا يا حاجه الحج. انا ما اعرفوش ولا هو يعرفني، بس هو علشان خاطر ابني بيهزر يعني. قلت له يا رب يكتبها لي يا ابني. قال لي طب وليه يا حاجه؟ طب ما احنا رايحين دلوقتي، ما تيجي معانا. قلت له بجد اجي معاك؟ وابني قعد يضحك ويقول لي يا ماما بدل ما تيجي تشوف ابني يا ماما رايحه فين يا ماما وسايباني. قلت له بس يا ابني، قلت له بس يا ابني وانا رايحه فين يعني؟ ما انا رايحه اعمل الحج وجايه لك. والله هذا حصل. نفس الشنط بنفس هدومي بنفس حاجتي، رحت قاعده في المطار. عملوا لي الاجراءات تاني اللي هي تروح السعوديه لان معايا الباسبور الشنجل، ورجعت على السعوديه على طول. وابني عمال يقول لي يا ماما يا ماما، قلت له راجعه لك يا حبيبي تاني. وسافرت والله العظيم معاهم تاني، ما روحتش اليوم ده بيت ابني. نزلت من الطياره على ايطاليا ومن ايطاليا على السعوديه في نفس اليوم في نفس التوقيت. فسبحان الله ربنا كتبها لي بين السماء والارض. فيا رب يكتبها لكم دايما وادعوا له فعلا، فهو الرحيم الرحمن، هو عالم كل شيء وعالم بقلوبنا. وقد ايه انا كنت بدعي له واعيط وانا بين السماء والارض، وهو فعلا استجابها لي في ساعتها. فسبحان الله رحت مع الفوق ده، كان طبعا سيدات ورجال وكانوا كلهم من العرب. ورجعنا كلنا عملنا الحج بتاعنا، وكانت من اسعد الايام. وبعدها على طول رحت راجعه على ايطاليا تاني بنفس بقى التذكرة بتاعتي. وقعدت عند ابني حوالي 3 شهور، وكانت من اسعد الايام اللي انا شفتها، لان طبعا حج ودعوة مستجابة. ورحت لابني وشفت عياله، فسبحان الله كتبها لي فعلا بين السماء والارض. شوفوا انتوا نفسكوا في ايه واقعدوا ادعوا له، بس تكونوا قاعدين في الخلاء كده، يعني جنب الشباك جنب البلكونه في الهدوء النفسي، تبقوا قاعدين مع نفسكوا شويه. بلاش وسط الدوشه كده، وسط يعني نقول كلمه والتانيه لا. عايزين ان احنا نبقى قاعدين ومتيقنين كده من الدعوه بتاعتنا علشان ربنا يستجابها لنا. وطبعا ان الدعوة بتاعتنا لازم تبقى طالعة من القلب، فبتوصل لربنا سبحانه وتعالى بيستجاب لانه هو عالم بالقلوب. والله هذا حصل. فسبحان الله الذي استجاب لي بين السماء والأرض. وربنا فعلا عالم بالقلوب وعالم احنا عاوزين ايه. فربنا طبطب على قلبي وداني السعودية، عملت الحج وفعلا في نفس الوقت رجعت تاني وشفت ابني. فربنا طبطب عليا فعلا من دعوة ومن واحدة قاعدة جنبي بتقول لي لا ده انا رايحة هناك. فتمنيت ففعلا فليتنافس المتنافسون. وسبحان الله دي فعلا من المعجزات اللي ممكن تحصل لأي إنسان مدام قلبه صافي ونقي. فيا رب يجعل دعواتكم كلها دايما مستجابة، ويجعل أيامكم كلها هنا وسعادة.